اليالنجي اللبناني وعلى طريقة أمي. بصراحة أطيب يالنجي، لا مطاعم ولا فنادق. بصراحة الطعم جنان وبطريقة جدا سهلة ومكونات بسيطة ومن دون أي تعقيدات، وكل اللي راح يدوقوه راح يدوبوا فيه. يلا نبلش. بنحتاج كوبين من البقدونس المفروم، كوب من البندورة المفرومة، بصلة وسط مع الرز المنقوع وزيت زيتون كمية وفيرة، معلقتين دبس الرمان وملح، معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة صغيرة قرفة وبهار حلو معلقة صغيرة. نخلطهم كلهم مع بعض وبنلف الدوالي بهذا الشكل. وبقاع الطنجرة بنقلي شوية بصل بزيت الزيتون، بنضيف قطعتين من الدجاج أو حسب الرغبة، بنقليهم مع بعض. بنضيف فوقهم كمية من البطاطا المقطعة، بعدين طبقة من البندورة، وبنصير نصف طبقة من ورق الدوالي، بعدين طبقة من البندورة الحمراء لحد ما ننهي الكمية. بنحط الصحن فوق الدوالي، بنضغطه، بنضيف مية مغلية مع ملح وزيت زيتون. ونسيت أخبركم إنه بنضيف عصير ليمون بحشوة ورق العنب، وممكن كمان إضافة الليمون على الوجه كمان. بعدين بنغطي على الطنجرة وبنعلي النار لمدة أول 5 دقايق، بعدين ساعة ونص لساعتين على نار هادية. ما رح أخبركم قديش الطعم بشهي، عن جد 10 نجوم. لما أقولكم رح تدوبوا فيه يعني رح تدوبوا فيه، والتجربة أكبر برهان. خبروني بالتعليقات شو رأيكم فيها، وألف